طول ما انت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، طول ما انت ماشي ورا محمد عليه الصلاه والسلام مش هتحس بتعب. مش هتحس بتعب طول ما انت في طريق ربنا مهما يحصل لك، مش هتحس بتعب. تبدا تحس بالتعب امتى؟ لما تبعد عن طريق محمد عليه الصلاه والسلام. اي حاجه تعملها تتعب منها. تصلي قيام الليل وتحفظ قرآن بعد الفجر وبتروح الشغل وتيجي من الشغل على الدرس وتروح تتعشى وتقعد مع العيال، ده يوم شاق ومتعب ده. لكن انت حسيت بالتعب؟ لا لا، عشان اليوم ده انت عايشه لله. عشان انت اليوم ده كله من اول لما صحيت لغايه اخر اليوم انت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ وبالعكس بقى، يجي لك يوم انت اجازه ما صليتش فيه الفجر، ما قلتش فيه الاذكار، ما حفظتش فيه قران، ما قلتش وردك، وما حضرتش الدرس. نقول لك مالك؟ تقول لي تعبان. هو انت عملت حاجه؟ انت اليوم قاعد في البيت ما نزلتش اصلا، تعبان ليه؟ ما انت عشان قاعد في البيت مش ماشي في طريق ربنا، فلما جاوزها قال له تعبت. فاحنا بنتعب لما بنبعد عن طريق ربنا. لكن انت مهما ماشي في طريق ربنا، واحد بيلم صدقات واكل ارامل ويتام عمره ما يتعب ده. واحد بيعلم الناس الخير عمره ما يتعب ده. واحد قاعد في دار بيحفظ ناس قران عمره ما يتعب ده. استاذ بيعلم الناس بتاعت المسلمين وفي نيته حاجه حلوه عمره ما يتعب ده. واحد بيطلع يشتغل في الشقه عشان يجيب قوت لعياله وعياله ما تحتاجش حاجه، ده عمره ما يتعب ده. لكن هو قاعد على القهوه، مالك؟ تعبان. صح؟ احنا لما بنبعد عن طريق ربنا بنتعب، لكن طول ما انت ماشي في طريق ربنا عمرك ما هتتعب.